السلام عليكم. السلام إلى كل من كان له سلام في هذه الدنيا. نعرف العبد الله مقصر في مجال القناة في كثير من المواضيع، وهذا لضيق الوقت لا أكثر ولا أقل. واضحين. في هذا الدرس سوف أجيبك على أغلب التساؤلات اللي تهم بني آدم بصفة عامة في مجال الروحانيات أو في مجال الحياة العامة بالنسبة لتخص بني آدم. الفيديو هذا نوع انتقالية في مجال القناة، أو توضيحية إلى ما لك وما عليك في هذا الكون. واضحين؟ نحب نجاوبك على كثير من الأسئلة. هل آدم كان من أهل الجنة في أول الأمر؟ وهذا سؤال نعرف في الفيديو هذا أو في الدرس هذا تحديدا سوف أتطرق إلى الأسس والقواعد والمفاهيم الصحيحة لحياتنا في هذا الكون. إن فهمت هذا فقد فهمت كل شيء، وإن لم تفهم فإنك لن تفهم أي شيء. واضحين؟ أولا نحب نقول كلمة في خصوص الخواتم الروحانية، أو الخواتم الأصلية. ما نقولش الخواتم الروحانية لأنها لم تفعل بالمجال الروحاني، لأنها في حالتها الأصلية. يتم الاتصال بالأخ منير عبر الرقم 216 21 801 657 فيما يخصني في مجال التعامل في تسكير الخواتم أو ختم الخواتم تحديدا. يتم بالاتصال بتاعي بالرقم المعتاد بتاعي اللي هو 216 222 216 22 903 654. هذا من الأرقام اللي تخص الخواتم الروحانية. واضحين؟ هذا من الأرقام اللي تخص الخواتم الروحانية. إذا تحب تاخذ الخاتم في أصله العادي لك إنك تتصل بالأخ منير، وإذا حبيت تختمه بمجال روحاني أو تختمه بعقد معين لك أن تتصل بي ويتم الاتفاق على حسب المعطيات والظروف والإمكانيات اللي باش توفر. في درس اليوم، هل آدم هو من أهل الجنة في أول الأمر؟ ما الذي أو ما للإنسان من هذا الكون؟ شو الإمكانيات مع هذا الإنسان في هذا الكون؟ لماذا يحاسب هذا الإنسان في هذا الكون؟ لماذا يختبرون الله لماذا يخاطبون الله بصيغة الماضي؟ هو الأسئلة متعددة وعدة، لكن الأسئلة الأساسية هي هذه: هل آدم كان من أهل الجنة في أول الأمر؟ وما للإنسان في هذا الكون؟ ولماذا يحاسب هذا الإنسان في هذا الكون؟ ولماذا يخاطبنا الله بصيغة الماضي في القرآن أو غيره عز وجل بصيغة الماضي؟ ولماذا؟ هذا الدرس تحديد للمسار ومسار القناة تحديدا، لأن القناة أصبحت أكاديمية نوعا ما أكثر منها في صيغة تعليمية للعموم. نحب نوضح نقاط، ويا ريت رجال هذه الأمة يكونوا سند لي، لأن العجز المادي هو اللي موقفني على كثير من الأعمال، وخاصة في مجال فتح الهالات وتطهير الهالات، لأن المال هو قوام الأعمال. وللأسف إبليس وأعوانه يصعدوا الإمكانيات المادية أو يجعلوا عزج في الإمكانيات المادية في مجال تطهير الهالات وفتح الهالات. هل آدم في أول الأمر كان من أهل
رب العالمين قالها صراحة في قرآنه: وإني جاعل خليفة في الأرض فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي أنه في قرارة الأمر أنه كان من أول الأمر أنه سوف يكون من أهل الأرض، وهذا أمر واقع بالنص القرآني. ما حدث مع إبليس هو صيغة رب العالمين عالم بها من قبل أن توقع، أو من قبل أن تحدث في مجال الاختبار، أو اختباره من خلال إبليس وأعوانه. ولو أن إبليس لم يكفر بالله، وهذه حقيقة لا يقولونها لكم. ما للإنسان في هذا الكون؟ ما للإنسان في هذا الكون؟ أي أن الإنسان نرجع لسيدنا آدم. سيدنا آدم لم يكن مقرر له أن يحيا في الجنة، بل كان مقرر له أن يحيا في الأرض، نظرا لعصيان إبليس في طاعة آدم، ونظرا إلى اختبار آدم في أكله من الشجرة. واضحين؟ نعرف تساؤلات الفيديو هذا ممكن لو سمعت الآخر لن تغفل لك عين إلا أن تكون من اثنين: إما طائعا أو عاصيا. واضحين؟ آدم مقرر له من أول الأمر ومن أول خلقته ومن قبل خلقته أن يكون معمرا للأرض، وأن يكون إبليس وأعوانه وسيلة اختبار له. هذا أمر واقع وموضح من خلال النصوص القرآنية. ما للإنسان في هذا الكون؟ الإنسان مخلف في هذا الكون، وهو مسيطر على كل شيء في هذا الكون، وهو الأساس في هذا الكون، وهو صاحب السلطة المطلقة في هذا الكون. أنت وأنت من أنصتم إليه في هذه الرسالة، أنتم أصحاب السلطة الحقيقية في هذا الكون. هذا نعد المزايا بتاع بني آدم. بني آدم له سلطة على جميع المخلوقات، الإنس والملائكة والجن وما دونه من حيوانات، سواء كانت من حيوانات الإنس أو من حيوانات الجن. أولا، الإنس يحيا على غذاء رب العالمين وفره له عز وجل من خلال طبيعته، وما هو متخلل من الأرض. شنو معناه؟ النبات ينتج من الأرض، والحيوان ينبت من الأرض أو يتغذى على موارد من الأرض، وكلهم يفنون في الأرض وتبقى الأنفس. ولذلك يقول رب العالمين: عودي أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية. أي أن الرضا سوف يكون لا محالة، لأن الرضا لنا سوف يكون إن كنت عاصيا سوف ترضى بما قصرت، وإن كنت طائعا سوف ترضى بما أطعت. هذه نقطة واضحة من خلال النصوص القرآنية. الإنسان ما له في هذا الكون؟ له السلطة الكافية والوافية على جميع المخلوقات، وهو المسيطر الوحيد في هذا الكون، المسخر لبني آدم من خلال الميراث الذي وفره لنا سيدنا آدم، من خلال النفخة الإلهية التي وفرها لنا رب العالمين عز وجل. أي أننا نحن المسؤولون على جميع الظروف والمعطيات التي نحيا فيها. رب العالمين أعطانا كل شيء ومكننا في كل شيء، وجعلنا أسياد الأرض في كل شيء، بل أكثر من هذا. لا يحق للجن أن يتغذى إلا من بعد غذائنا، لأنه نتيجة الغذاء متاعنا سواء كانت غذاء طبيعي أو أبخرة طبيعية، فهي من خلالها يتغذى الجن ودواب الجن. سوف تقول: كيف ذلك؟ لو بخرت في مكانك
فالبخور الذي تبخره فهو زيوت عطرية متطايرة، وهو غذاء للجن. والحيوانات التي نستأنسها أو تكون هي طعامنا في المستقبل، روثها له غازات متطايرة وهي غذاء لدواب الجن. لولا غذاء الإنس لما كان غذاء الجن. هذه النقطة. الإنسان مسيطر بطبيعته على الجن، وهذا وضحناه من خلال العزيمة الكونية. كل إنسان له ثلاث نقاط أساسية، هي الجان السفلي اللي هو موجود في الأملاك بتاعه، والجان الأرضي والجان العلوي. فالجان الأرضي مسيطر عليه بالجان العلوي أو بختم الجان العلوي، والجان الأرضي مسيطر عليه بزجر العزيمة الكونية بأن يكون مطيعا لك فيما تصنع. واضحين؟ نعرف كثير من الأمور تحتاج إلى توضيح معمق، ونعرف كثير من الأمور لم تقل ولن تسمعها إلا للمرة الأولى في هذا المقال أو في هذا المحاضرة أو في هذه الدرس. لماذا يحاسب الإنسان؟ ليثبت أحقيته فيما ورثه رب العالمين عز وجل. لأن في حقيقة الأمر نحن في صراع حقيقي بيننا وبين الأملاك السفلية. إبليس كان من أحسن المخلوقات التي عبدت رب العالمين، من أحسن، وأؤكد وأعاود أنه من أحسن المخلوقات التي عبدت رب العالمين عز وجل. ولذلك كان الغرور أن يكون له الأفضلية في أن يكون هو الحاكم على الأرض وما فيها. هذه النقطة. والإنسان مطالب بأن يثبت أحقيته في النفخة الإلهية في آدم وميراث أبنائه من بعده. نعرف كثيرين مش فيهم، لن يفهموا كلامي هذا، لكن حاول أنك تتعمق بالذهن بتاعك، لأن الأصول موجودة في الذهن بتاعك أصلا، والحقيقة كانت موجودة ولا تزال موجودة في الذهن بتاعك بحق الميراث الآدمي اللي موجود عندك، سواء كنت من ذكر أو أنثى. رب العالمين لما نفخ في آدم من روحه وأمر الملائكة وبقية المخلوقات أن تسجد لآدم، فهو سجود طاعة بالأمر، وما عصى إلا إبليس وكان من الجن، أي أنه فما فروع أو موجودة فروع من الجن أطاعت رب العالمين في أمره، وهو الجن الأرضي والجن العلوي. هذه نقطة لابد أن تفهمها وتعيها جيدا. الجن السفلي هو مملكة صنعها إبليس من خلال من تبعه لإثبات أحقيته في أنه هو الأحسن بأحقية النفخة الإلهية أو تمكين في الأرض، كما تحسبها فاحسبها. واضحين؟ لماذا يخاطبنا الله عز وجل بصيغة الماضي؟ لأنه لكل صراط، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما الصراط المستقيم يا رسول الله؟ قال: ولكل صراط. مش نوضح النقطة هذه تحديدا لكل واحد منكم. ما هو الصراط؟ هو حياتك الشخصية، مسار حياتك الشخصية، ما سوف تحاسب عليه. هذا كله قرر وكتب في اللوح المحفوظ بالنسبة لك، لكن ما سوف تختاره في صراطك سوف تحاسب عليه. ما سوف تختاره في صراطك سوف تحاسب عليه. نوضح أكثر. لو افترضنا أنه في صراطك أنك سوف تكون قاضيا، إن كنت عادلا سوف تحاسب بعدلك، وإن كنت ظالما سوف تحاسب بظلمك. هذا هو صراطك.
الإنسان لا يختار اسمه عبثا. في يوم الميلاد سوف يرسخ اسم المولود في ذهن أحد الأشخاص الذي هو مسيطر على المجموعة، نقول الجد أو الجدة أو الأب أو الأم أيا كان، سوف يسيطر الاسم على الذهن، وهو مقرر سابقا أن يكون له ذلك الاسم. فمن خلال الاسم متاعه، الاسم الشخصي والاسم متاع الأم المنجبة، ولأنه الأم هي أثبت على النسب للمولود، سوف يكون مكتوبا سابقا ما هو صراطه، أن يكون شقيا أو تقيا أو غنيا أو فقيرا، أن يكون صالحا أو طالحا، إلى جملة تفاصيل. لكن هذا ما يعنيش أنه محاسب على جملة التفاصيل التي سوف تقع في حياته، لأنه في حياته سوف تأتيه معطيات سوف يختار اليمين أو اليسار فيها، الخير أو الشر، وهذا موضع الحساب. ولذلك يخاطبنا الله بصيغة الماضي، لأنه قرر لك ما أنت فيه، وأنت تقرر اختيارك فيما أنت فيه. لو فرضا إنسان قاضي وجاءه مظلوم، فإن نصف المظلوم على الظالم فكان له جزاء الإحسان، وإن نصف الظالم على المظلوم كان جزاؤه الجحيم. وكذلك المعطيات، وكذلك المعطيات. الإنسان بطبيعته شهواني، الإنسان بطبيعته شهواني، وتحكمه غرائزه الشهوة، سواء كانت شهوة المال أو شهوة الجنس أو شهوة السلطة، أيا كانت الشهوة، فإن سيطر على شهواته نجاه، وإن تحكمت فيه شهواته كان في أسفل السافلين. لاحظ في المجتمعات متاعنا، وممكن هذه حاجة من الأشياء، شيء من الأشياء اللي ممكن تعوقني أحيانا في مجال القناة، أو تعجزني في مجال القناة. نعرف مجال اليوتيوب ما يسمحش مثل هذه المحاضرات أنها باش توعي الناس. وكانت تلاحظوا أنه في المجال التواصل الاجتماعي بصفة عامة عبر الإنترنت، أنه مجالس الفساد بصفة عامة متفشي، وهذا نوع من أنواع المنهجة أو المنهجية في إفساد الأمة. ولنا نسأل سؤال واحد: أين رجال الأمة؟ أين أنصار الأمة؟ أين أنصار البشرية؟ حقيقة الأمر أحيانا نحاول قدر الإمكان، قدر استطاعتي، ما أنا إلا بشر وما أنا إلا ما مكنني الله فيه، نحاول الإصلاح ما استطعت. قال بنفسه أو بلسانه أو بيده. حاليا نحاول بلسانه، لأنه اليد المعطيات المادية تحكم فيها، المعطيات المادية تحكم فيها حقيقة. وخلال المسيرة متاع قداش من سنة، من 2019 بدينا المسيرة متاعنا، وبدينا نحكي وبدينا نفهموا في الأمة أنه نحاول الإصلاح ما استطعنا، نحاول الإصلاح ما استطعنا. فهمني؟ تبقى ديما المشكلة المادية هي الأساس، لأنه حتى في فتح الآلات، في فتح الهدايا سمحة عفوا، تبقى المشكلة المادية، لأن المواد الأولية باهظة الثمن. وهذا نوع من أنواع التعجيز من خلال المملكة الإبليسية في هذا المجال، لأن الإنسان لو فهم من هو وما هي تكاليفه وما هو عليه، حقيقة الأمر سوف يصلح كثير من الأمور، سوف تصلح المجتمعات متاعنا.
مش نحكي عن المجتمعات العربية فحسب، نحكي عن المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، لأني أحترم اليهودي المتدين بحقيقة الدين، والمسيحي المتدين بحقيقة الدين، والمسلم المتدين بحقيقة الدين، لأن أغلبهم لا ينتمون للإسلام في شيء، وهذه حقيقة مثبتة. أنت وأنت، هل تعلمون أن رب العالمين لما سخر لك هذا الكون وأن تكون مسيطرا عليه، أنك لك أحقية ولك واجبات؟ أغلبكم سوف يقول لا، وهذا للأسف، وهذا للأسف. للأسف في حياتنا الاجتماعية الحالية لابد من عنصر المال لتوفير ظروف معينة أو إمكانيات معينة لتطوير عناصر ممكن أن تكون مصلحة في المجتمع في أغلب. حاولت قدر الإمكان، حاولت قدر الإمكان، أنت أيها الإنسان سواء كنت أنثى أو ذكر، كلكم مسؤولون على إثبات أحقيتكم في حق النفخة الإلهية، في حق السلطة الممدودة لكم في جميع الكائنات. إذا نقول لك أن الجان لا يتغذى إلا أن تكون أنت موجود وأنت موجودة. حتى المملكة الإبليسية في ذات نفسها، إبليس لم يكفر بالله وقال في مقولة في القرآن: وعزتك وجلالك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أقسم بجلالة رب العالمين وأنه طائع له وأنه ساعٍ لإثبات أحقيته عليكم يا بني آدم. فهل أنتم مثبتون لأحقيتكم يا بني آدم؟ أغلبكم مساقون وراء الشهوات، أغلبكم، وللأسف لا تفهمون حقيقة الأمر. وهذا يرجع إلى أئمة الضلال التي عمت مساجد المسلمين. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قالها الجن لم يقلها بني آدم. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قالها الجن الذين هم أدنى منكم تكليفة وهم محاسبون على ما كلفوا. الجن محاسب أن يكون مطيعا أو غير مطيع بحكم الزجر، لأنه قال: وإني جاعل في الأرض خليفة فقعوا له ساجدين، فعصى إبليس وكان من الجن، أي أنه عنصر من مجموعة، عنصر من مجموعة، أي بقية الجن سجدوا بسجود الطاعة وهم الجن الأرض والعلو، والذين هم تجدونهم في هالاتكم طائعين وساعين إلى مرضاتكم فيما تأمرون. هل أنتم من غيبتكم مستيقظون؟ هل أنتم من نسيانكم المرسخ في أذهانكم بالمنهجية التي وضعت من خلال المملكة الإبليسية مستيقظون؟ استيقظوا، أفيقوا من غفلتكم، إنكم مسؤولون، إنكم مسؤولون. حقيقة الأمر وللأسف أن أغلب بني آدم لا يفقهون من القول شيئا، وهذا للأسف. هل تظنون أنه إنسان في مثل قدراتي لو نقول كلمة لو لأنها غير منطقية بالنسبة لي، لو اندرجت نحو الطائفة السفلية، هل تجدونني ناصحا لكم؟ لن تجدونني ناصحا لكم،
لأني سوف أكون من أثرياء أهل الأرض. وهذا في فيديو قادم سوف أحكي لكم عمن باعوا أنفسهم للشيطان، ولماذا باعوا أنفسهم للشيطان. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استفيقي أيتها الأمة من غفلتك، وأدعو رجال الأمة أن يكونوا سندا لي. فهل من رجال الأمة أن يكونوا سندا لي؟ هذا ما أختم به كلامي، وأبقيكم على خير.